السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل البرنامج بتاع الألعاب الرياضية الجيم. هنيجي هنا المفروض هنا اسمها بيانات الأعضاء، واحنا كنا قايلين بيانات الأعضاء في المطلوب مننا هو ده هذه ايه البيانات الأساسية بالكامل. يعني احنا هنا ممكن زي ما انت شايف كده اللي هو كود العضو والكود التلقائي واسم العضو والرقم القومي وتاريخ الميلاد. في حاجات أساسية وفي حاجات مينفعش مش لازم يعني نكتبها. يعني اهم حاجه الكود التلقائي ده طبعا ده هيتكتب لوحده، وهنا كود العضو ده لازم يتكتب، وهنا اسم العضو ده لازم يتكتب. تمام. طيب هنيجي هنا بقى ايه، هناخد الكلام ده كله وهننفذه في تيبل او تيبل او اهم حاجه تيبل دلوقتي تيبل. هنيجي هنا التيبل هنعمل حاجه اسمها اوتو نمبر دوت اللي هو رقم التلقائي. اوتو نمبر احنا ممكن نكتب هنا نمبر الاول، بعد كده في الخصائص هنسميه اوتو نمبر. لازم نشيل طبعا الاي دي ده ونخليه هنا اوتو نمبر اهي كده هيعد معانا. ماشي، هنكتب بقى فيلد 2 هنا نوع تكست. تعالى نشوف بقى اوتو نمبر هيحصل فيه ايه. اهو كتب معانا 1 زي ما انت شايف كده. طب احنا لو حذفنا الجدول سجل معانا من 4 و5. احنا كنا عايزين اللي احنا يبقى الاوتو نمبر ده يبدأ من 1 مرة اخرى. تمام. في حالة حذف الجدول هنخش بقى ايه وهنعمل ايه الجدول اللي هو اللي احنا عملناه من شوية ده. الاوتو نمبر هيبقى ايه المسميات طبقا للسمات الموجودة هنا. كود العضو تلقائي مانوال. كود العضو ده هنيجي هنا كود العضو مانوال كابشن، يبقى هنا كود العضو ده اول حاجة. الكود التلقائي خلاص، يبقى ده الكود التلقائي. كود التلقائي اسم العضو يبقى حقل جديد فيلد جديد نوعه تكست. ماشي، يبقى هنا تكست واسمه اسم العضو. اشتراك النادي الجيم. الرقم القومي هيبقى نوع تكست برضه 4 يبقى نوع تكست، ويكتب هنا الرقم القومي. تاريخ الميلاد يبقى نوعه ايه بقى داتا، يبقى هنا تاريخ الميلاد. السن محسوب. يعني ايه بقى محسوب؟ يعني هنكتب تاريخ الميلاد مرة أخرى، بس هنا هيبقى فيلد 6. وكلمة محسوب يعني هتكتب يوم اللي اتولد فيه، وهو بيحسب محسب التلقائي سنه. هنا الوظيفة بنكتب هنا بقى نوع تكست، ونكتب هنا الوظيفة كده أحسن. هنيجي هنا الجنس مرتوب. يعني ايه بقى الجنس بقى مربوط بفلتر؟ هنعمل جدول جديد ونكتب هنا تكست ونوع هنا ايه ذكر وانثى، عشان في بنات بتلعب جيم عشان يبقى جسمها رشيق. يعني كده ايه تيبل 2. هنيجي هنا تيبل 1 يبقى هنا تكست
8. تكست 8 ده هو هيبقى نوع تكست بس في الجزء ده هيبقى كومبو بوكس. كومبو بوكس في الرو سورس اللي هو التيبل 2. بس خد بالك بقى التيبل 2 ده هنشيل بقى منه الاي دي، هنشيل منه المفتاح ده والاي دي ده كله، بس يبقى فيلد واحد بس. يبقى هنا يبقى رو سورس، يبقى هنختار منه جدول 2. ايه بتاع الحمرا دي؟ ماشي مش مشكلة، ده عشان كنت قلم. اللي بعده الديانة مربوط بفلتر. يعني ما عندناش الديانتين بس تقريبا في مصر هنا، في بعض الدول التانية بقى في ديانات أخرى. احنا خلينا اللي احنا يعني أنا مش محابب إن أنا أعملها بفلتر، بس مش مشكلة. هنعمل هنا ديانات. طبعا نفس الشيء ان احنا هناخده نفس الجدول ده، هنخليه 3 ونكتب هنا ايه؟ اسلامية، مسلم او مسلم، ماشي. مسيحي، اقول ايه يعني؟ يهودي مثلا، نكتب يهودي. اقول لك ايه؟ اي ديانات تانية بقى بتضاف. ولا نشيل كلمة يهودي دي عشان ايه؟ اللي هيستلم مني ممكن يعمل مشكلة. تمام. هنخلي ايه دوت نوعه بقى ايه؟ فلتر برضو كومبو بوكس، هيبقى مرتبط بفيلد 3. يبقى اصبح مسيحي مسلم بس. ماشي. هنشوف الكلام ده عمل دلوقتي هنا اهو. بس احنا طبعا هنا بقى ايه؟ في حاجات متسمناش. هنيجي هنا، هنيجي عند الكابشن ونكتب هنا الديانة. تمام. ونيجي هنا فيلد 8 دوت كان مرتبط بجدول الجنس. جنسيتك ايه؟ اللي فوق الوظيفة خلاص. وهنا طبعا تاريخ الميلاد وهنا السن الحالي ده محسوب فعلا، كلامه مظبوط، اللي هو هيتحسب ده. انا هحسبه ده في الاخر، حتة المحسوب ده. ماشي. يعني هو تاريخ ميلاد والسن هيتحسب بقى بناء على تاريخ ميلاده. تمام صح كده. ادي هنا رقم الهاتف، ادي 210. وهنا رقم، بس الرقم ده بقى هنعمله نظام فورمات. يعني احنا ممكن نعمل 000. ماشي. وعلامة دي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا 8. هنشوف بقى يعني رقم تليفوني كام. انا هنشوف كده متر رقم تليفوني. هي كام رقم دلوقتي؟ دي تحت وقف. يبقى كده ده مظبوط. يبقى انا 1 2 3 4 5 6 7 8 بس كده. بحيث طبعا نكتب الاول ايه؟ تليفون الموبايل. خلاص مبقاش فيه تليفون ارضي تقريبا، بقى منعدم، مبقاش موجودة اساسا. هنيجي هنا ونشوف كده، نكتب كده رقم تليفون كده ونشوف ايه كمان. 0 3 وحيد. تمام. هو كده عمل رقم التليفون اهو بطريقة مظبوطة. خلاص كده ما علينا. هنيجي هنا بقى بعد التليفون رقم الواتساب مربوط بنظام الواتساب. ده مش هعملها، ده حد تاني يعملها، مش هعرفش اعمل الحاجات دي. كيف عرفت ان احنا مربوط بجدول اسمه وسائل التسويق. ماشي. فين جدول وسائل التسويق؟ هنا نعمل هنا جدول وسائل التسويق. وسائل التسويق. ماشي. هنيجي هنا عند وسائل التسويق دي، هنعمل تكست هنا، وهنعمل هنا تيبل 4. تيبل 4 ده هنشيل منه الحتة دي، وهنخلي ده بقى موجود في جدول مربوط بجدول. هنحوله فورم. اسف. نكتب هنا وسائل التسويق.
التسويق. ونخليه منبثق ومشروط، منبثق ومشروط. ونيجي هنا نخليه في المنتصف، وطبعا ده بقى جدول الأربعة، مرتبط بجدول الأربعة وسائل التسويق. يبقى فيلد 12. هنيجي هنا كومبو بوكس مربوط بجدول الأربعة. وهنا هيبقى بص بقى يا سيدي الحتة المهمة دي. طبعا هنا المفروض تبقى يس، ما ينفعش اللي هو يخرج برا القايمة. وهنا اللي هو مربوط بفورم تيبل 4 بس عشان يقدر يعمل الديت. طيب هنيجي هنا بقى دلوقتي نشوف، بس انا بشوف احنا كده خلصنا ولا لسه. وسائل التسويق، نشط، نعم او لا. طيب نعمل هنا برضو value. طبعا هنا نكتب هنا على وسائل التسويق، كيف عرفنا، كيف عرفنا. ماشي. وهنعمل هنا 11، هنا 12. ونعمل هنا اختيارات يس او نو. تمام. وبقى اختاروا دي نشط غير نشط. طيب هنا الكلام ده بقى هنوصله ازاي؟ هنعمله ايه؟ عملية داتا انتري بهذا الشكل. احنا قلنا هنا ايه؟ هاتوا بيانات الاساسية، بيانات العضو، بيانات العضو. المفروض السن الحالي، السن الحالي محسوب، وهنقول لك ازاي نحسبه. هنلاقي الاتنين اللي تحت دولت نخلي الكلام ده كله اوتو سنتر تساوي يس. تمام. وهنعمل نحسن الشكل للجزء ده كله. يعني في المنتصف ونخليه لونه ازرق وكتابة سودا سودا. تمام. طيب هنيجي هنا نقف.
البيانات دي هتكون كلها في المنتصف، وهنعمل هنا زر الإغلاق، إغلاق، عملت ديت، وهتبقى هنا ايه كلوس ويندوز. وهنستلف حاجة من البرنامج ده، هنستلف بس منه حاجة اللي هي دي، نحطها في برنامج جديد بس كده. طيب ده كود التلقائي 4، كود العدو 105. اسم العدو عربي محمد سليمان. الرقم القومي ما أدراك بقى الرقم القومي. تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد يا سيدي مواليد 2000. وهنيجي السن الحالي، طبعا هو بقى هيتحسب لي من بناء عليه، ده هنعمله في الآخر أو في الحلقة الجاية. الوظيفة مثلا إيه محاسب، تمام. الجنس ذكر، الديانة مسلم. ونيجي هنا رقم التليفون أهو، رقم التليفون هو ليه ماشي، رقم التليفون أهو ماشي. وهنا كيف عرفنا، هنيجي بقى شايف العلامة الحلوة دي هنضغط عليها، هيديني بقى وسائل التسويق. عرفنا يا سيدي عن طريق إعلان واتس، ونعمل إغلاق ويظهر معانا الإعلان واتس ماشي. نشط ولا غير نشط، هو حاليا نشط بس. هنعمل واحدة جديدة يتم لي ايه التعبئة، يعمل ايه التعبئة، بس احنا هنعمل تحسين للشكل ده ان شاء الله في الحلقة الجاية. وهنعمل هنا زرار بحثي، بحث، زرار هنا بحث. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.